يا مساء الفل. لو أول مرة بتسمعنا فده أكيد من حظنا الحلو، ولو حابب ترجع للحلقات اللي فاتت هتلاقيها موجودة على التيك توك فيسبوك يوتيوب زي ما انت عايز، ولو مش أول مرة فانت كده كده صاحب بيت منورنا والله. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها هو ايه اللي حصل ده. كل حاجة كانت بجد. ساعات كتير ممكن يحصل لنا أو يحصل للناس حوالينا إن كل حاجة بتكون ماشية كويس جدا وفرحانين جدا بالعلاقة، وفجأة بتحس في حاجة غلط. هو انا ليه بقيت قلقان ومش مرتاح مع اني عارف ومتاكد من مشاعري؟ هو انا كنت موهوم؟ هو بيني وبينك ويؤسفني اقول لك ان ممكن يكون بس قبل ما نقول ان كل ده كان وهم او مشاعر حقيقيه، خلينا نفهم المشكله فين اصلا والمشاعر دي بتيجي ازاي. مشاعرنا دي بتكون نتيجه تجارب قديمه او حاجه واقعيه او حاجات جرحتنا زمان وكنا فاكرين اننا اتخطيناها، او بتكون نتيجه توقعات وارد جدا انها تكون في خيالنا، او بتكون نتيجه حاجات احنا محتاجينها بس مش عارفين ان احنا محتاجينها. زي مثلا ما تشم ريحه اكل حلو قوي وتحس فجأة انك جعان مع انك قبل ما تشمها ما كنتش حاسس بأي جوع، وده بقى اسمه تحويل المشاعر من اصلها لشخص تاني. يعني كل اللي بتحس بيه ده بيكون مجرد احساس جواك بس انت مش عارف تقوله. يعني ايه كل اللي بحس بيه ده وحلاوة البدايات والقلوب ما طلعتش من القلب اصلا؟ شفت بقى؟ امال انا بقول لك تابع حلقاتنا ليه. المهم ان مشاعرنا دي بتكون نتيجة خوف من حاجة معينة او احتياج عمرك ما هتقوله ولا خدت بالك انه موجود اصلا، لحد ما بيجي شخص معين كده وبيخلي المشاعر دي تطلع، وللاسف ساعتها انت بتترجمها ان هي حب. اعتقد كده ابتدينا نفهم شويه احنا ليه بنختار اشخاص غلط وليه بنتعلق اصلا بطريقه غلط وبنصدق قوي في حاجات هي مش موجوده اصلا. طب انا ازاي اعرف ان المشاعر اللي جوايا دي حقيقيه ولا ترجمه حاجات تانية، ولا انا اخترت صح ولا اخترت غلط؟ ده بقى اللي هتعرفه في الحلقه الجايه. اشوفكم في حلقه جديده، وبيني وبينك فريده النجار. سلام.